لو انت شايف او لو انت شايفه ان انا ما عنديش محتوى، عايز اقول لك عيب عليك وعيب على كلامك. اذا كنت بتخاف ربنا تعلق حلو، عندك كلمه حلوه قولها. تيجي تقول لي في التعليقات انا ما عنديش محتوى، انت فاشل، انت مش عارف ايه. زي ما انت ناوي خير لنفسك وزي ما انت عايز تنجح لنفسك، فانوي الخير لغيرك، يعني لنفسك ولغيرك. عايز تنجح لنفسك انجح لنفسك ولغيرك. لكن ما تجيش تقول لي بعد ما اتعب واعمل فيديوهات، هي فين التمارين بتاعت الرياضه؟ هي فين مش عارف ايه، فين ايه؟ تفرق من كل الفيديوهات اللي بنزلها على اليوتيوب. كم من التمارين بتاعت حرق الدهون نزلتها ولا في لايكات ولا في تفاعل. نقعد نتعب ونقدم محتوى وفي الاخر تم بكمل. يقول لك كابتن عزوز ما كانش بنزل تمارين حرق الدهون، كابتن عزوز ما كانش بيعمل تمارين بتاعت البطن. عايز اقول لك انا ليا فيديوهات قديمه وجديده، ليا فيديوهات قديمه وجديده ما كانش اصلا حد بيتفاعل ولا بيعملوا لايكات، مجرد بس كل واحد يتفرج على الفيديو ويتكل على الله. لا شفنا منكم تقدير ولا احترام ولا شفنا، يعني عفوا في ناس بتقدر ان انا بعمله بس قليل جدا. بتلاقي كل اللي بيتفرج كده بس. لكن لو سالت فين اللايكات، فين التفاعل الحقيقي، اللايكات بجد، التعليقات بجد، لا احنا مش فاضيين، احنا مش عارف ايه، احنا دلوقتي في عيد. اللي عايز يحبك يحبك، واللي عايز يقدرك يقدرك، واللي عايز يحترمك يحترمك، واللي عايز ينجح معاك هينجح معاك في صداقه، حب، في كل حاجه. عايز تنجح هتنجح، عايز تفشل هتفشل. الاراده والعزيمه منك انت اللي هتخليها فاشله وانت اللي هتخليها ناجحه. وطول ما انا نيتي كافيه يبقى خليكم نيتكم كافيه مع كافيه، نبقى حلوين وناخد ننتوا مع بعض. عايز اقول لك احنا في اول ايه؟ تمام؟ لما احب اتكلم عن تمارين رياضيه زي المشي مثلا، رياضه المشي، عشرات الفيديوهات، 500 فيديو عن رياضه المشي. ولو تكتب رياضه المشي في اسكندريه في البحث في اليوتيوب هتلاقيها، هتلاقي انا طالع فيها. تلاقي التفاعل صفر واللايكات صفر، وتلاقي اللايكات عاليه لكن التعليقات صفر. تلاقي اللايكات صفر والتعليق واحد بس. ليه؟ كل واحد عايز مصلحته ويتكل على الله. لا هو بيحبك ولا هو بيقدرك. ما اللي بيحب القناه هيتفاعل، هيعمل لايكات واشتراكات ويبقى مستمر معايا، مش مجرد بس عايز مصلحتك. فاتقوا الله في كل كلمه انتوا بتقولوها، لان الكلمه بتاثر نفسيا وجسديا، والكلمه واحده بتاثر على القلب. خلي دايما كلامكم حلو، خلي دايما كلامكم حلو زي ما قالوا دكاتره القلب. خلي دايما كلامكم حلو لان الكلمه بتاثر نفسيا بالقلب. شكرا.